ده مش زي اي فيديو عادي، عشان انا النهارده هلعب تي بي اس ومعايا متسابقين فيه. واللي ما يعرفش تي بي اس دي ماب زي كرة القدم، والفكرة بقى ان انا معايا متسابقين وهيكون موجود 3 جولات. اديك مثال عشان تكون فاهم. اول جولة هتكون عارضة، كل واحد هيشوط الكرة ولازم تيجي في العارضة، ولو جاب في العارضة اللي فوق هياخد نقطتين، ولو جاب في العارضتين اللي على الجنب هياخد نقطة واحدة، واكتر واحد هيجمع النقاط هيكسب 50 روبوكس. بس كده قبل ما نبدأ الفيديو ده متنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان نوصل 500 مشترك، وشكرا على 400 مشترك، وعايزين نوصل الفيديو ده 15 لايك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا اول الناس المتسابقين معانا عبد الله اللي ظهر معانا في كل الفيديوهات، في كل اي تحدي بعمله عبد الله بيظهر معاه، وكمان معانا بيلينجهام. فالاتنين دول هيلعبوا ضد بعض، واللي هيكسب هياخد 50 روبوكس. بس مش هيفوزوا كده بالسهل، احنا لا هنعمل تحديات زي ما قلت في البداية. فيلا بينا نبدأ العرضة. يلا نبدأ الأول. عبد الله هيبدأ التسديد وعنده برضو 5 محاولات. كده أول تسديدة لعبد الله هيشوطها، هنشوف هيعمل إيه. يجري عبد الله، شوط الكورة شوط الكورة. لا ما تجيش في أول حاجة. أول محاولة مع عبد الله ما نفعتش ولا جت، فهي عارضة ولا أي حاجة. كده أول محاولة ما جاتش مع عبد الله، فضل له 4 محاولات. شوط، يجري شوط الكورة تيجي في العارضة، وكمان تيجي في العارضة اللي فوق. يعني كده عبد الله تاني محاولة ليه جابها في العارضة اللي فوق، يبقى كده معاه عبد الله نقطتين. بيقف بعيد بقى عشان يعرف يسطر بقى. يلا نشوف. شوط الكورة ضعيفة. لا شوط وما تجيش. تالت محاولة ما تجيش مع عبد الله. يلا فاضل له 4 محاولات ويشوط 4 محاولات، نشوف هيجيب فيها ايه، وبعديها هيبدأ يشوط. وشوط واحدة على طول بس ما جاتش في العارضة. كده رابع محاولة ما عرفش يجيبها. ايه ده؟ والله ما عملت حاجة، الكرة دخلت لوحديها. يلا بس نشوف اخر محاولة لعبد الله. اخر محاولة لعبد الله، هل هيجيبها ويزود من نقاطه 2 او يزود من نقاطه 1، او مش هيجيبها خالص وهيفضل 2؟ يلا نشوف. هيشوط بس انا حاسس المسافة. شوط يا شاط الكرة تيجي في العرض اللي على الجنب وياخد نقطة واحدة. كده بدل ما كان عنده نقطتين بقى عنده نقطة واحدة. من 5 كور شاط منهم 2، واحدة جت في العرض اللي فوق، واحدة جت في العرض على الجنب. يبقى كده عبد الله معاه 3 نقط. يلا دلوقتي بقى هنشوف دلوقتي بيلينجهام دوره. كده عبد الله جمع 3 نقط. شوط اول واحدة على طول كده وتيجي في العرض اللي فوق. كده بيلينجهام معاه اول نقطتين. يشوط واحدة بالراحة، عايز يجيبها على الجناب بس ما عرفش. كده تاني واحدة ضاعت منه، فاضل له 3. كده تالت كورة لبيلي، هيشوف هيجيبها ولا لأ، هيزود نقاطه ولا لأ. يشوطها أي كلام، شوف هيشوطها ولا لأ. هيجيبها في الزاوية دي ويجيبها في الزاوية اللي جنبيه ويتعادل مع عبد الله. كده بيلي معاه 3 نقط، وكمان لسه فاضل له 3 كور. تقول تسديدة وتيجي في الجنب وهيزيد من نقاطه نقطة، وكده هيكون معاه 4 نقط. يشوط واحدة وما تجيش في الجول. دلوقتي معانا تاني مرحلة وهي الهدات. اللي هيرفع له هو اللي لازم يدخلها، وانا بوقف في الحراسة. اول كرة وكمان دخلت احسبها له دخلت. كده اول كرة دخلت ومعاه يزود من 3 نقاط 2. يلا تاني كرة لعبد الله. شوف يرفع الكرة شوط وكان تتصد. تاني كرة تتصد ولسه فاضل 3 محاولات كمان. شوط لكن ما عرفش يجيبها وما عرفش، بس هي حلوة، هو اللي ضيعها مش مشكلتي انا. يرفع واحدة وعبد الله يشوطها بس ضعيفة وانا صدها. كده اخر فرصة لعبد الله، لو عرف يجيبها يبقى تساوى، وما عرفش يجيب الكرة الاخيرة. يبقى كده عبد الله معاه 5 نقاط. يرفع واحدة حلوة، دي حلوة دي، لكن تتصد وانا صدها. ولسه فاضل معاه 4 محاولات ولسه ما زودش حاجة. بيلينجهام في اول محاولة ما عرفش يجيبها. يلا تاني كورة ما عرفش يستلمها خالص ولا عرف يعمل اي حاجة. هل هيقدر؟
رضا ويزود واحدة وتيجي في العارضة، وحظ وحش خالص يعني، ما اعرفش الحظ ده جابه منين. هشوط ولا مش هشوط ولا حكايته. وصد الكورة وبرضه ما عرفش يجيب اخر الكرة التانية. دلوقتي بقى فاضل اخر كورة، يعني دي كانت الكورة قبل الاخيرة، دلوقتي دي اخر كورة. يلا نشوف هيعمل ايه. يلا دلوقتي اخر كورة هيشوطها عبد الله، ويجيبها في اخر ثانية. ما اعرفش ازاي جابها، بس جابها من فوق خالص كده وانا نطيت عليها، بس جابها. لا والله العظيم بيعرف يلعب. زود من 6 نقط، زود عليهم 2، يعني كده معاه 8 نقط. وعبد الله كده مشكوك في امره انه ممكن يخسر. اخر تحدي معانا هو التسديد عن بعد. واو صح، ولسه في كمان ضربات الجزاء. النار قلت زي ما كده قلت من شويه، اصلا النار مسموحه، بس برضو مش فاهمين اي حاجه. يلا نشوف هيشوط ولا لا. اكيد هيشوط بالنار، اكيد ده. ويجيبها فوق، ما عرفش يجيب الكوره، ولسه فاضل له 4 كور، وما عرفش يزود من اي حاجه، ولازم يجيب الكوره اصلا، لازم يجيبها. عشان كده اصلا هيبقى خسران. تاني كوره يشوطها على طول بدون تفكير وصدها. كوره سهله جدا، ما يعرفش يشوط اصلا. لازم يجيب اي كوره عشان يعرف يتعادل مع بيلينجهام او يجيب اكتر منه، لازم اي حاجه. صد الكرة كمان التالتة، وكمان فاضل كورتين. شوف شوت كرة سهلة وهعرف اصدها وايزي، يعني مفيش حاجة اكتر كده. فاضل اخر كرة على عبد الله، اكيد لازم يركز يعني في الكرة دي، عشان دي لو ضاعت خلاص مستقبله راح. كده يبقى قدامه ضربات الجزاء، ولا عرفش يجيبها ولا اي واحدة فيهم، وهو كده خسران. مش خسران يعني، هو ما جمعش ولا نقطة في التحدي ده. شوف شوت كرة وصدها ايزي. انا حاسس برضو ان مفيش حد هيعرف يجيب ولا اي كرة، عشان قدامهم حارس اسطوري، يعني زي حارس مفيش منه 2. انا مالي البتاعة دي كلها ضعيفة يا حبيبي، ولا في اي حاجة، وانا حاسه هيعيد. لا، فاضل له 3 محاولات، لو معرفش يجيب ولا واحدة هيكون لسه 8، وهيكون برضو متقدم على عبد الله. جبت الكورة دي، لسه فاضل له محاولتين، هنشوف هيجيبها ولا لا. اي نادي عايزني انضم معاه كحارس عادي، ايزي كمان سهلة برضو. اخر كورة هيجيبها ولا لا؟ وصدها يا لودي، ده كتر قوة يعني بتاعت الكورة، رجعتني ورا خالص. ولا واحد فيهم يعرف يجيب ولا نقطة، عشان طبعا في حارس جامد جدا واقف في الجول اللي هو انا يعني. دلوقتي هننتقل لاخر تحدي معانا، وهو اللي هيحسم مين اللي هيكسب، عبد الله ولا بيلينجهام. هي ضربات الجزاء. نار في ضربات الجزاء مش مسموحة. مين هيبدأ؟ أول تنفيذ ضربة الجزاء هتبدأ من بيلينجهام. يلا، هو روح رياضية، بيقول له لو فزت هقسمها معاك. اللي هو اللي هيبدأ ضربة الجزاء. يلا، حارس أسطوري مش عارف يجيبها. يلا ضربة الجزاء أصلا صعبة يا ابني، شوت. خايف اقسم بالله، معرفش انا خايف ليه. صديت اول ضربة جزاء معرفش يجيبها، مش هيخلينا، معرفش والله عادي. يلا يجيبها فوق ويضيعها برضه زي الاولى. فاضل له 3 محاولات. يلا هو جاب واحدة كانت هتخش، بس ايه، حارس يا حبيبي، حارس واقف. هيجيبها لا، ما بيهوش يا حبيبي. سهل، انا واقف مكاني ثابت ما اتحركش. تالت كرة ضيعها وكم. يلا دلوقتي دور عبد الله، عشان في التصويب ويشوط ضربة الجزاء، عشان يعرف يتعادل ويعمل اي حاجة. يلا عبد الله دوره هيعيد. ماشي خلاص، هنعيد ضربة الجزاء بتاع بيلينجهام. يلا عبد الله شاط، صديت خلاص. يعني اول تصويبه مش هنعيد بتاع بيلينغهام،
تاني تصويبه عبد الله. عبد الله يدخلها في الزوايا، ما عرفتش ازاي يدخلها، ده لعيب. يزود من 5 نقاط خلاها ل7 نقاط. هي لسه هيبقى فاضل له محاولتين. يلا شوطها ولا لا؟ شوطها هيدخلها ولا لا؟ هيدخلها ولا لا؟ يلا خلص يا ابني بقى. ها صح، الكرة بتاعته باور، بيقولوا الكرة بتاعته باور وانا مخدتش بالي. ها ما حسبتش يعني عشان شوطها ويشوطها ويطلعها. لازم عبد الله يجيب الكورتين الجايين دول عشان يجيب اكتر من قصدي يجيب اكتر من بيلينجهام. لازم يجيب الكورتين دول، مهم جدا. لو اتصدت واحدة خلاص عبد الله خسر وضيعها خالص. وعبد الله يضيع الكرة دي وبيلينجهام يكسب 50 روبوكس. كده بيلينجهام كسب معانا 50 روبوكس في الاربع تحديات اللي انا شفتهم دلوقتي او 3 تحديات، وكسب وغلب عبد الله وهو معاه 10 نقط وعبد الله معاه 5 نقط. بيلينجهام كسب 50 روبوكس بالتمام والكمان. هحطها له دلوقتي، هنروح بس تبرع واديله الروبوكس. هو برعين له 1238 روبوكس اهو. هنديله روبوكس عشان هو يستاهل وتعب ولعب جامد. كده اهي 50 روبوكس نديها له وهنبقى فقراء. ماشي عادي، نديها له عادي. كده 50 روبوكس نديها له. يلا 1 2 اتأكد بس ان ده هو ايوه ده هو بالظبط 50 روبوكس. يلا 1 2 3. حط لايك دلوقتي عبال ما اعمل ادوس على الاشتراك. يا عم بهبل. دوس لايك دلوقتي عبال ما اديله روبوكس. يلا 1 عبال ما اعد لحد 5 هتكون انت حطيت لايك قبل ما اديله 50 روبوكس. 1 2 3 4 5. اديله 50 روبوكس ويستاهل ويزي يعني. شوف 50 روبوكس خدها المتسابق بيلينجهام. وطبعا كل الناس هتتلم، والله تعب معانا والدنيا جميلة. هو بيقول شكرا والله ثقة. يقول يلا رمضان كريم، يا رمضان كريم عليكم وعلينا. شوفوا قسم الناس كتير قوي جه، كل السيرفر فعلا كل السيرفر جه هنا عشان 50 روبوكس بس. يلا بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. متنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا انزلها. وعايزين خلاص شكرا جدا على 400 مشترك، وخلاص عايزين نوصل 500 مشترك قبل ما ينتهي رمضان. وبس كده، سلام.